الماسك المنتظر من اقوى الماسكات اللي ممكن تفتح وتديكي نضارة وتشيلك الجلد الميت وهتشيلك طبقة كاملة من الجلد والهباب السنين والبثور والشعر الوبري كمان. هو الماسك اللي هنعمله النهاردة ده في اي مكان في بشرتك هيفتح، وفي نفس الوقت هتشوف التجربة عملي. انا بشد قدامكم اهو، شايفين هو بيشيل جلخ، بيشيل طبقة كاملة من الجلد. عندك بقى بقع، عندك شعر وبري صغير اللي هو ال الشعر اللي عامل زي الوبر الصغير زي البيبي هير كده، ما بيتشالش بأي وسيلة من وسائل الإزالة. بصوا الماسك ده يعني عايزة أقول 5 في 1 6 في 1 جميل. يلا عشان ما نرغيش كتير أقول لكم هنعمل ايه. هنجيب معلقة أو معلقتين كبار من الجيلاتين، وده بتجيبيه من عند العطار، ممكن تجيبي شوية ب5 أو 10 جنيه. حطي بقى عليهم معلقة من الكاكاو. الكاكاو من الحاجات اللي مليانة مضادات أكسدة وبتفتح البشرة جدا يا بنات، وبتبقى من سر نجاح الماسك ده. هبتدي اضيف عليه مية بشكل تدريجي، انا مش عايزاه يخف منك خالص، انا عايزاه يوصل للقوام التقيل اللي انتوا هتشوفوه معايا ده دلوقتي. هفكرك باللايك والسبسكرايب وشيري الفيديو ده على قد ما تقدروا، لان فعلا الماسك ده هيفيد ناس كتير جدا. انا هنا بضيف المية بشكل تدريجي عشان لو ضفتها مرة واحدة ممكن يخف مني، فبالتالي مش هيديني الطبقة التخينة اللي انا عايزة افردها وتنشف، فبالتالي اشدها زي ما كان واضح قدامكم كده في الفيديو. لسه ما زلت ما وصلتش للطبقة اللي انا عايزاها، وافضل اضيف تدريجي. وعلى فكرة انا هعمل لكم فيديوهات كتيرة جدا، ممكن نستبدل الكاكاو بحاجات كتير قوي قوي هعملها لكم ان شاء الله في فيديوهات كتير. بس ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير للفيديو ده، وصلي على الرسول في كومنت كمان، واي سؤال اكتبولي في التعليقات. بصوا انا وصلت للقوام ده، وبعدين طلعت سيحته على بخار ميه وكان بالشكل ده. هبتدي بقى افرده على بشرتي، وهيفضل لغايه ما ينشف خالص. ممكن تسيبيه نص ساعه مش هيفرق خالص، اعمليه من 2 ل3 في الشهر، واول ما ينشف ابدأي شديه زي ما كان واضح قدامكم كده بالظبط. هتلاقي بشرتك نورت وكلها نضارة وما فيهاش بثور ولا اي حاجة خالص. يلا جربوه واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. باي.